حياكم الله اعزائي المتابعين. اليوم احنا عندنا فيلر الشفايف الروسيه، مراجعه نوعا ما شفايفها صغيره فراح تحتاج ابرتين فيلر. حاطين هذا الثلج على الشفايف لتقليل الالم والكدمات دوروا. الجهاز هذا بيعطي ثبات بنحطه قريب من الشفايف لتقليل الالم. راح نبدا اول شيء هني اسوي خطين هذول بيعطوا شكل جمالي حلو جدا للشفايف، وبيخلوها مبين اكثر انها مذمومه او مطمومه. بعدين راح ندخل بهذا الاتجاه نسحب قبل ما نحقن عشان نتاكد ان احنا مو داخل وريد او شيان. وبعدين نحقن بالورب، بعدين عمودي، بعدين بالورب، بعدين راح نحقن بهالطريقه. لازم نسحب في كل مره نحقن بيها علشان نتاكد انه ما راح يجي مضاعفات الحاله، ان الفيلر لا سمح الله ما راح يدخل داخل وريد او شريان. ملاحظين اعزائي المتابعين الفرق بين الجهه اليمين واليسار؟ هذه انقلبت لي فوق وصار فيها كونتور، هذه لا زالت صغيره اللي تحت. راح ندخل بهذه الطريقه بنفس النظام، بعدين ندخل نسحب. شوف شلون الشفه فورا قاعده تنقلب بالطريقه الروسيه. اهم شيء تدخل من فوق لتحت. اهم شيء نحقن على الطرف بهذه الطريقه ونحقن واحنا نطلع لفوق عشان تنقلب الشفه. بعدين اريدكم تركزون بالتكنيك اللي راح استخدمه في الشفه اللي تحت. راح ندخل من طرف الشفايف بهذه الطريقه، راح نحقن. ركزوا جدا الان يمين ويسار مكان الابره. الشفه قاعده تتعبى من فتحه واحده انا داخل بيها وتكنترت يمين ويسار. هذا التكنيك بيقلل الحاجه للكدمات، بيقلل الحاجه لشكات الابر كثير، وبالتالي الكدمات بتكون اقل. تمام؟ راح نكمل الشفه اللي تحت. راح نيجي على سكري حبيب اقفلي فمك. حلو. راح نيجي على الطرف هذا بهذه الطريقه ونحقن. اهم شيء ننتبه انه في النص نكثر شويه الفيلر، في الاطراف غلط نكثر الفيلر. ليش؟ راح تصير الشفه شنو؟ راح تصير الشفه عريضه مثل شفايف البطه. احنا نريد شفايف مزمومه، ممنوع منعا باتا حقن كميه كبيره من الفيلر في طرف الشفايف، والا راح تكون مثل شفايف البطه اللي هي مليانه اوفر. لكن لما نحط في النص بيكون الشكل احلى. حلو؟ راح ندخل طرف الشفه هنا، نسحب قبل ما نحقن، نسحب بعدين نحقن، وبعدين نشوف الشفه شويه لا زالت فاضيه من هنا، راح نعبيها شويه كمان. وما شاء الله تبارك الله. بعدين راح نسوي مساج للشفايف ونشوف هل يمين مثل يسار، وبعدها نسوي الوزنيه النهائيه علشان يكون الشكل متناسق ما بين فوق وتحت وما بين يمين ويسار. يلا تابعونا. يهمنا جدا ان احنا نركز في شغله، لازم ورا الجلسه نحط كريمات تمنع حدوث كدمات وتمنع حدوث التهابات. لازم بعد الجلسه نستخدم ثلج. تمام؟ مهم جدا. شايفين المراجعه ايش قاعدين نسوي لها؟ قاعدين نسوي لها مساج الشفايف من برا لجوا، يعني من زاويه الفم للنص، علشان الفيلر ما يروح في الاطراف ويكون مثل شكل شفايف البطه. نريد الفيلر في النص بالضبط عشان يعطيها الشكل المزموم الحلو. الشغله اللي وراها اول يومين ممنوع اي اكل ساخن او شرب سجاير او شيشه او ارجيله. اول اسبوع ممنوع الساونا، الجاكوزي، التقشير، الليزر، الصنفره، الحمام المغربي. لازم نستخدم كريم اسمه فلوسي كورت، ونستخدم كريم ريباريل جل لتقليل تورم الكدمات والالتهابات ورا الجلسه. لازم مساج الشفايف في البيت اول 3 ايام، 3 مرات في اليوم، كل مره 3 دقائق بنفس هذه الطريقه عشان الفيلر ما يتكتل. ناس كثير يشتكون حقنا فيلر وتكتل، لازم نسوي المساج ورا الجلسه وبنفس هذه الطريقه من برا لجوا. طبعا